ارتجاع المريء هو مشكلة منتشرة وشائعة جدا بين الناس، فتعالوا نتكلم شوية عن ارتجاع المريء، نعرف أسبابه وأعراضه وعلاجه وندردش شوية في الموضوع ده. معاكم دكتور عمرو نبيل وأهلا بيكم في فيديو جديد. ارتجاع المريء بيحصل نتيجة ضعف أو ارتخاء في الصمام السفلي للمريء، وده الصمام الواصل ما بين المريء والمعدة، فبيحصل ارتجاع لحمض المعدة على المريء، وأحيانا كمان الارتجاع ده ممكن يتجاوز مستوى المريء ويوصل للفم والجهاز التنفسي. أعراض ارتجاع المريء بتبقى عبارة عن حرقان ووجع في منطقة الصدر، وبنلاقي إن الحرقان والوجع اللي بيحصل في المنطقة دي بيزيد أكتر بعد الأكل، كمان بيزيد لما المريض ينام على ظهره. كمان المريض اللي بيكون عنده ارتجاع مريء بيشتكي من تجشؤ كتير، يعني بيتكرع كتير. وارتجاع المريء لو كان قوي وشديد ممكن يعمل كحة مزمنة وحساسية في الصدر والتهاب في الحنجرة. تعالوا نتكلم بقى شوية عن الحاجات اللي ممكن تزود من نسبة حدوث ارتجاع المريء. التدخين والسمنة، وجود فتق في الحجاب الحاجز أو وجود مشاكل في حركة المريء، كل دي أسباب ممكن تزود من نسبة حدوث ارتجاع المريء. كمان نوعية الأكل والشرب عند الشخص المصاب بارتجاع المريء لازم ياخد باله منها، لأن في أكلات وفي مشروبات معينة ممكن تزود اعراض الارتجاع. يعني مثلا الاكل المسبك والاكل الدهني والحراق، كل دي اكلات بتزود من اعراض ارتجاع المريء. ولازم ناخد بالنا ان كمان المشروبات الغازيه والكافيين زي القهوه والشوكولاته دي برضو حاجات بتزود من اعراض الارتجاع، فناخد بالنا ونقلل منها قدر الامكان. اما التشخيص فبيكون سهل وبسيط، يعني وجود الاعراض اللي احنا اتكلمنا عليها ده بيكون كافي جدا للتشخيص. احيانا وده في بعض الحالات الدكتور ممكن يضطر انه يعمل منظار معده عشان يطمن، وده لو المريض جاي يشتكي باعراض غريبه وخطيره شويه، زي ان الشخص يكون مثلا عنده انيميا او نقصان في الوزن او عنده انسداد في الشهيه، او لو العيان بيشتكي في صعوبه في البلع او في قيء دموي. وخصوصا كمان لو كان المريض كبير في السن، كل دي اعراض غريبه وخطيره شويه تخلي الدكتور يعمل منظار عشان يطمن اكتر، لان ساعتها ممكن يكون في مشكله تانية غير ارتجاع المريء. بمجرد تشخيص ارتجاع المريء لازم الارتجاع يتعالج، لان الارتجاع لو اتساب ممكن يعمل مشاكل زي التهاب في المريء وقرح في المريء، ولو الارتجاع اتساب مده طويله ممكن يحصل مشكله خطيره اسمها الباريت اسوفيجاس. الباريت اسوفيجاس ده بيحصل في المريء نتيجه ان الانسجه الطبيعيه للمريء نتيجه تعرضها لحمض المعده بشكل مستمر ممكن تتحول لانسجه غير طبيعيه. والباريت اسوفيجاس هي بري مالجنانت. يعني ايه بري مالجنانت؟ يعني ممكن لو اتثابت مده طويله بدون علاج تتحول لكانسر، وده نسبته قليله فمش لازم حد يقلق. وتعالوا بقى نتكلم شويه عن علاج ارتجاع المريء. اهم حاجه في العلاج هو تظبيط اللايف ستايل، واهم النصايح هي تقليل الوزن والتوقف عن التدخين وممارسة الرياضة باستمرار، والتقليل من الأكل الحمضي والدهني، كذلك التقليل من الأكل الحراق. وبرضه مهم جدا الشخص المصاب بارتجاع المريء يقلل قدر الإمكان من شرب القهوة والمشروبات الغازية، ومهم آخر وجبة في اليوم تبقى قبل ميعاد النوم بأكتر من 3 ساعات. ويفضل الشخص المصاب بارتجاع المريء ينام على مخدة عالية شوية، لأن كل النصايح دي مهمة جدا جدا في خطة علاج ارتجاع المريء. وبالنسبة للأدوية ممكن نستخدم أدوية زي الأنتاسيدز زي المالوكس والجافسكون، ودي أدوية بتساعد جدا في تقليل الأعراض. والأدوية اللي بتبقى أساسية جدا في علاج ارتجاع المريء هي البي بي آيز، بروتون بامب انهبيتورز، زي الاوميبرازول المعروف باوميز، او البانتوبرازول اللي موجود في السوق باسماء كتير زي الكونترولوك والزوركال والانتوبرال وغيرهم كتير. البي بي ايز بتقلل اعراض ارتجاع المريء عن طريق انها بتقلل انتاج حمض المعده، وطبعا مده العلاج والجرعه بتتحدد بناء على الاعراض وعلى حسب شده حاله المريض. وبكده يكون انتهى فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا واستنوني في فيديو جديد.